بصراحة بالورد الجميل اللي معاكي ده على الصبح كده في رايق. انا رايحه مشوار مشوار؟ يومياتي في رحله ومشوار مستنياه بقالي كتير 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 كتير، مش عايزه اقول لكم بقى. ياه، لو يعني انا مبسوطه للمشوار ده جدا ومرتاحه له، وان شاء الله باذن الله هقابل فيه واحده انا بحبها جدا، صديقتي واختي وحبيبتي وروح قلبي كمان، ربنا يا رب يبارك فيها. نورتني وانا رايحه عشان استقبلها واشوفها واسلم عليها، فما تنسوش بالورد الحلو اللي معاكي ده. تعالي كده انزلي قولوا لهم ايه رايكم في الورد الجميل ده. ذوقنا حلو؟ ما ينفعش طبعا، يعني ما ينفعش كده نخش بايدينا فاضيه، لازم يبقى معانا كده حاجه، ولو ورده هي تستاهل كل حاجه حلوه حتى لو ورده. حبايب قلبي ام زياد، ما تنسيش يا اختي اللايك، حطي اللايك يا اختي. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ما خدت ولادي وخدت بوكيه الورد الحلو الجميل بتاعنا ده، وصلنا الحمد لله بسلامة اسكندرية في الفندق اللي رورو صاحبتي واختي اللي انا رايحه لها فيه. على ما هي ما تيجي واقفين في الهول بتاع المكان، طبعا عمالين ندور عليها يمين وشمال، والحمد لله الورد كمل معانا السكه والمسافه لانها كانت طويله جدا جدا. بس الحمد لله وصلنا بسلامه. بصراحه كنت اول مره اخش فندق بالجمال والحلاوه والفخامه دي. الفندق كان حلو قوي، وواقفين انا وعيالي عمالين نصور في المكان ونتفرج على الناس ونشوف الاجواء حوالينا. بصراحه كانت حلوه قوي وجميله وشيك وراقيه جدا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حلوة قوي 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 قوي. لحد ما هي ما جت وشفتها ونورت الدنيا كلها، بسم الله ما شاء الله. سلمت عليها وبدأنا ان احنا نتحرك. العربية جت علشان نطلع ناخد العربية ونلف في اسكندرية ونتغدى بره بقى ونتفسح كلنا ونشوف الاجواء كلنا مع بعض. ركبنا العربية وبصور لكم من قلب راس البر ومن قلب اسكندرية، وعايزاكي بس تعملي لي متابعة واشتراك وحاجات حلوة من دي علشان خاطر اوريكي كل جديد. ركبنا العربيه وبدانا نتحرك. هنروح للمطعم عشان عايزين نتغدى بقى، المشوار علينا كان طويل وهم عاوزين يتفرجوا برضو على اسكندريه ما شاء الله. كنا بالنهار والاجواء كانت حلوه جدا، مش حر قوي ومش ساقعه لان احنا في توقيت كويس. عدينا على جامع سيدي بشر، جميل جدا من الاثريات اللي موجوده في اسكندريه، صورناها. ووصلنا للمطعم اللي احنا هناكل فيه. مطعم حلو جدا وكويس، موجود في اول شارع خالد بن الوليد، اسمه مطعم المرسى. من الحاجات الحلوه والله وعجبتني فعلا جدا. من دخلتك من المطعم كده بتلاقي السمك تحت طازه وفريش، بتختار اللي انت عاوز تاكله ويتعمل في المطبخ ويجيلك. احنا بصراحه اخترنا مجموعه اسماك جديده بقى، يعني انا وريت لكم اكل بتاع راس البر ودمياط، نوريكم بقى اكله سمك من بتوع الاسكندرانيه الحلوين. دي دخلت المطعم برضو بيحطوا فيها ديكورات وحاجات حلوه قوي كده، بس ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه كده راقي وفخم، مش اي كلام يعني. طالعين على السلم كده مع الصحبه الحلوه والناس الطيبه، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد ما اخترنا السمك اللي احنا هنتغدى بيه، وطبعا بما ان احنا جينا اسكندريه برضو هناكل سمك، يعني ما هو انت اسكندريه اي بحريات موجوده على اي بحر لازم تاكلوه. زياد ابني اللي طالع على السلم دوت عشان نحجز الترابيزه. وصلنا على الترابيزه اللي احنا هنقعد عليها. ما شاء الله المطعم شكله شيك، وانا صورت لكم كل اجواءه. هو انتوا تشوفوه فاضي بس والله العظيم ما شاء الله اتملى في ثواني، لا قوه الا بالله. اساسا احنا كويس ان احنا لحقنا ترابيزه، حجزنا الترابيزه وقعدنا، والسمك ما شاء الله ما تاخرش على طول يعني. دي سمكه هامور كبيره، عملناها سمك سنجاري مشويه مفتوحه، وده جمبري مشوي وعليه صوص جبنه وحاجات كده، ودوت سمك البربوني، وده رز صياديه، ودي سلطات العيش ده برضو بيبقى مخبوز طازه ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاكل كله كان حلو جدا وسخن، وطبعا معاكي كل انواع السلطات اللي تحبيها، وده بلح البحر وبابا غنوج بقى، وكان في قدام شويه كده جمبري برضو بس مقلي. واحنا قاعدين لقينا زحمه كده والناس كتير ما شاء الله. لقينا مراد مكرم الاكيل، لقيناه جاي يصور في المطعم اللي احنا قاعدين بناكل فيه. تعدينا كده؟ لا 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 ابدا، كان راجل محترم جدا وتصور مع عيالي وصورناه. ما شاء الله لا قوه الا بالله.
خلصنا غدا ونزلنا مشينا في شارع خالد بن الوليد نتفرج عليه يمين شمال، نشوف الحاجات الحلوة، نقف نشتري حاجات، نسأل على أسعار. جودي بنتي جت عند بتاع المكياج دوت ومصممة تعالي يا ماما تعالي، فروحت علشان أشوفها عايزة تخليني أشتري مونوكير بصراحة، وأنا ما بحبش الكلام ده بصراحة، ما بحبوش وماليش فيه. بس المهم إن أنا ما كسرتش بخاطرها وقلت لها هبقى أعوضك وأجيب لك حاجة تانية مكانه أحلى. وهي عماله تقلب فيه يمين وشمال وتقنعني ان هي تختار الوان بس مش هناخد الا واحد بس وبتاع. وانا اقنعتها ان انا هعوضها بحاجه تانية بصراحه، وهي اقتنعت عشان نكمل مشوارنا ونجيب حاجات تانية احسن يعني. وخليتها خلصت بقى كلام وفتح وقفل وكده، وخدناها وكملنا مشي في شارع خالد بن الوليد برضو، يمين شمال، نسأل على الأسعار، نشتري حاجات، نشوف. وخلصنا الشارع وطلعنا ركبنا العربية تاني ومشينا في شوارع اسكندرية بالليل بقى. كانت الجو ليل ما شاء الله، اسكندرية بالليل حاجة تانية يعني، جمال وفخامة وحلاوة ورقي ما شاء الله بصراحة. محافظة جميلة جدا وناسها طيبين وأجواءها حلوة، كان الأجواء حلوة جدا ومريحة، وكفاية الصحبة الحلوة بصراحة يعني. كلنا كنا مرتاحين جدا جدا وما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني. اسكندرية بالليل حاجة تانية فعلا يعني، اسكندرية مارية. رحنا على الفندق، طلعناه، دخلت البلكونه او التراس بس عشان ما حدش هيضحك عليا، انا فوجئت بالمنظر الجميل العسل ده بصراحه. يوم من اجمل ايام حياتي اللي انا قضيته في اسكندريه، بالاجواء والمناظر اللي انا شفتها دي. بصوا الطريق، البحر قدامنا، فندق ده فندق منه للبحر على طول، هوا البحر، الالوان، الشكل بصراحه يعني. كنت مبهوره جدا بالاجواء اللي انا كنت واقفه فيها، وما كنتش عاوزه اليوم يخلص، وهو كان ما شاء الله بيجري بسرعه جدا من حلاوته. واقفه يعني كنت اللي اقدر عليه ان انا اصوره لكم بصوره والله يعني، ما شاء الله يعني. يوم حلو والحمد لله عدى بستر رب العالمين، وكان يوم جميل جدا وعشته انا وعيالي بصراحه، وشفت فيه صديقتي وكانت الاجواء حلوه قوي. ده كان في قلب الفندق من فوق. خلصنا ونزلنا تحت الفندق بالليل. كان بقى بدأ الفندق ينور انواره من جوه بقى، اللي كانت مطفيه الاباجوره الكبيره ولا النجفه الكبيره دي قاتت، وكان برضو المنظر جوه الفندق كان حلو قوي. ومفروض ان احنا كنا هنمشي، بس لا يعني هم يتغدوا وما ينفعش ما يحلوش. قلت لهم لا احنا لازم نحلي الاول. ركبنا العربيه وبدأنا نتحرك دوت كوبري ستانلي. صورته لكم، احنا كنا ماشيين الناحيه التانية بس صورته لكم برضو، وقلت لهم احنا ما نعديش كده غير لما ناكل حاجه حلوه. فكان ايه الحلو عندنا؟ ان احنا كنا رايحين ناحيه القلعه كده، لقينا بلبن، ناكل بلبن، وعيالي كانوا عاوزين ياكلوا منه. طب يلا مع الفسحه ومع الوقت يلا بلبن. كان بلبن ده موجود اللي هو قريب من القلعه تقريبا في منطقه بحري. حجزنا الاوردر بتاعنا، كل اللي عاوز حاجه حجزناها، ورحنا بالمانجا والايس كريم. هنا دي كانت طعمها كويس مقبوله يعني. وكان اشطوطه برضو تانية كانت بالمكسرات، ومع اجواء البحر بقى زي ما انتم شايفين كده، والمراكب قدامنا الناحيه التانية كده ما شاء الله بقى يعني الهوا والوجه الحسن بصراحه ما شاء الله. ديت مراكب اللي في بحري، وكان في ظهرنا على طول قريب مننا القلعه. انا وريتها لكم اهي، دي كانت قريبه جدا مننا. ودي شكلها كان بالليل برضو كان شكلها تحفه قوي. كلنا وحلينا، واليوم كان خلص بقى يا حزنبل، نلم بقى اشيائنا وحاجتنا وعيالنا وننطلق عشان نرجع لبلدنا بقى. واحنا في طريق العودة لقينا عدينا على جامع المرسي ابو العباس، برضو من الحاجات المشهورة قوي برضو في اسكندرية تقريبا يعني، والله اعلم معرفش المعلومة بقى لاني ما كنتش سائلة احنا فين. تقريبا ده كان في مكان اسمه المنشية يعني. وخلصنا اليوم